وثيقة رقم 12/279 مؤرخة في 21/3/1947 ميلادياً. رسالة من السيد بهيج بك الخطيب من بيروت إلى الملك عبد الله بن الحسين يشيد فيها بالقنصل الأردني في بيروت محمد علي العجلوني، ويتمنى على جلالته إيقاف قرار نقله من بيروت. فمن هو محمد علي العجلوني؟ محمد علي العجلوني من مواليد 1893 إلى عام 1971، قائد عسكري أردني شارك في الثورات والمعارك العربية ابتداء من الثورة العربية الكبرى ومعركة ميسلون إلى أرفع المراتب العسكرية والسياسية. ظاهرة لن تتكرر. محمد علي العجلوني عاصر 5 ملوك. عندما أعلن الشريف الحسين بن علي الثورة ضد حكومة حزب الاتحاد، سارع العجلوني إلى ترك وحدته العسكرية في الجيش العثماني المعسكر في فلسطين، وتسلل إلى شرقي النهر متخفياً للالتحاق بالثورة. وعندما أعلن المؤتمر السوري العام في 8/3/1920 ميلادياً مبايعة الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على الدولة العربية التي اتخذت من دمشق عاصمة لها، اختاره الملك فيصل قائداً للحرس الملكي، وشارك بهذه الصفة في معركة ميسلون في شهر 7 من عام 1920 ميلادياً. وتواترت الروايات أن قائد الجيش العربي البطل يوسف العظمة قضى شهيداً وهو يرتدي معطف العجلوني العسكري. وعندما غدر الإنجليز بالشريف حسين ونفوه إلى قبرص، رافقه العجلوني في منفاه، ثم استدعاه الأمير المؤسس عبد الله الأول بن الحسين ليكون كبير مرافقيه العسكريين وقائداً للدرك في منطقة البلقاء. وبقي محمد علي العجلوني يعمل في الجيش حتى أصبح مساعداً لقائد الجيش. وبعد تقاعده من الجيش، عرض الملك عبد الله الأول بن الحسين على العجلوني تشكيل حكومة تخلف حكومة الرئيس توفيق أبو الهدى المستقيلة في 12/4/1950 ميلادياً. ولكن العجلوني اعتذر للملك عبد الله ورشح صديقه سعيد المفتي وشكلها فعلاً. وعاصر العجلوني الملك طلال بن عبد الله، وكان من ناشطي الحركة الوطنية الأردنية التي دعمت الملك طلال لإصدار دستور عام 1952 ميلادياً. وفي عهد الملك الحسين بن طلال شغل العجلوني منصب وزير الداخلية والدفاع في حكومة الرئيس سعيد المفتي المشكلة في 22/5/1956 ميلادياً. يقول بهيج بك الخطيب في مضمون الرسالة: مولاي صاحب الجلالة المعظم، حباه الله بنصره وتأييده. لا شك أن مولاي قد وقف على ما نكنه لجلالته من الولاء والإخلاص، وما نضمره لمملكته الفتية من جسيم الولاء وطيب الآمال، ولا نتوخى إلا واضطراد نجاحها وازدهارها تحت لواء جلالته الميمون وإدارته الرشيدة. ونحن نتوجه دوما إلى المولى بالدعاء الحر لتوطيد عرشكم الهاشمي وتتويج الأماني الغالية بالظفر المرموق والنعمة السابغة. وحداني إلى رفع هذا الكتاب لأعتاب مولاي ما ترام لي عن رغبة في نقل الوزير المفوض سعادة محمد علي بك العجلوني، الذي تربطنا به أواصر المعرفة والصداقة منذ عام 1918 ميلادياً. ولا أغالي إذا أفصحت لجلالة مولاي بأن الحظوة التي نالها السيد العجلوني على قصر المدة التي قضاها في الربوع اللبنانية لم يسبقه إليها أحد من زملائه ممثلي الدول العربية في لبنان. فقد بلغ شأواً كبيراً وإحراز ثقة الناس ومحبتهم، وعرفهم بما انطوت عليه رغائب جلالتكم السامية وآمالها المقدسة نحو الوطن اللبناني، وكان خير ترجمان أمين لرسالة جلالتكم القومية. ولا غرو، فإن الأوساط اللبنانية الصرفة على مختلف نزاعاتها تلقت نبأ نقل العجلوني بالأسف الشديد. وقد رأيت أنا العاجز بأن أعكس لجلالة مولاي صدى تحسس الجمهور اللبناني ونحن في الطليعة إزاء ما أذيع في الصحف من أمر ذلك النقل، وأن أتقدم بالرجاء من مولاي أن يتكرم ويصدر أمره المطاع بإعادة النظر في هذا الشأن، هذا إذا كان للنبأ المذكور ظل من الحقيقة، ليتمكن السيد العجلوني من مواصلة خدمة جلالة مولاه على ما يرضى المحبين ويحقق آمال الأصدقاء.
وليكن جلالة مولاي على ثقة بأن هذا الاسترحام صادر عن المحب المخلص على غير علم من الموصى بأمره، ثقة مني أن السيد العجلوني لا يرغب في مثل هذه الوساطات خشية أن يتسرب للذهن مولاي أدنى شك في إخلاص نيته والتلكؤ عن تحقيق الرغبات السامية. وعندما استوضحت الصديق عن صحة النبأ ذكر أنه لا يعرف أكثر مما ذكرت الصحف، وأنه لا يتقاعس عن خدمة جلالة مليكه في أي بقعة كانت من الأرض، وأني لأرجو أن ينظر إلى ما عرضت بعين العطف والاهتمام، وإن المصلحة العامة هي التي أملت علينا هذه البادرة، سائلا المولى العزيز أن يكلأ جلالتكم بعين عنايته ويرمقكم بعطفه وتأييده ويمكنكم من تحقيق أماني الأمة العربية كاملة غير منقوصة سيدي ومولاي المعظم. 21 آذار سنة 1947 ميلادياً. وثيقة رقم 236 على 197. رد من جلالة الملك عبد الله بن الحسين على رسالة مرسلة إلى جلالته من بهيج بك الخطيب يشيد فيها بالقنصل الأردني في بيروت محمد علي العجلوني. عمان في 22 جمادي الأول 1366 الموافق 12 نيسان 1947. عزيزي الرئيس الجليل، كتابي هذا إلى فخامتكم مع الرئيسين الجليلين رئيس أعيانكم الكرام ورئيس وزرائنا الفخام، وقد جاءكم بما رغبتم. أما المشروع الأول فلقد كان المتعوب عليه المرغوب فيه، وأما المشروع الأخير فهو الذي سبقت إرادة الباري على إتمامه، وكلاهما كيد الأعداء وسرور الأولياء، وإنه لمن اليمنى أن تستفتح الوزارة الجديدة عملها بما فيه بعض ما يلم الشعث ويربأ الفتق، والله الموفق. لقد أبلغني أمينكم سلامكم ونيتكم زيارتنا، فلكم الشكر على ذلك، وإننا كما سينقل ذلك إليكم زميلكم رئيس وزرائنا في حاجة شديدة إلى ما فيه إنعاش المرام، وقد استوت وآتت أكلها، وإنها لكالزرع الذي أينع واستوى ولا يخاف عليه اللو انقطاع الماء. وتحياتي وتهاني إليكم على ما تعهدونه من ود وكرم عزيزي. هذا شغل جدا مهم وأثر يبقى إلى زمن بعيد يذكر الإنسان في ماضي حياته. نعم.